في حاجة اسمها سويت نوفمبر وفي حاجة اسمها سويت نوفمبر اهو. والسبب ان هو سويت ان اللقطة ديت بعد يومين 3 من اول لقطة. يعني في حاجة غريبة في هذا الشهر، تغيرات غريبة تحدثنا عنها كثيرا فيما قبل، نقلة الصيف للشتاء، ولكن اظن انا لقيت الحل. هو انا اللي كنت منظف المكتب، بس بصراحه اتفاجئت وانا داخل دلوقتي لاني مش متعود على، يعني انا عملته من كام يوم وبعدين كنت بقعد بره كده اخلص كام حاجه في كافيه، فدخلت دلوقتي والله انبسطت، والله انبسطت يا عم. يعني ما كنتش اتخيل ان الموضوع هيبسطني قوي كده، بس انا حقيقي حقيقي انبسطت يعني. فانا اظن هحاول ان انا اظبطه، وهحاول برضو ما هي البهدله اللي كانت هنا نقلناها على الارض ونقلناها لمكان اخر، فاحنا ايه هنحاول ننقل بقى البهدله اللي هنا ديت لمكان ابعد شويه، وهكذا. اي اوكي مايله شويه. دي جو برو هيرو 12 تقريبا ولا 11. خدتها من صديقي العزيز أسامة الزيرو في مبادلة تجارية. كان معايا لابتوب كده مستخدموشي وهو ما كانش عايز الكاميرا، فقلت له هاتها نجربها كده نشوف ايه الكلام. ولكن للأسف الشديد يعني أنا حاليا لا أرشح على الإطلاق الجو برو لأي حد حقيقة. يعني فيها باجز كتير جدا، زي مثلا لو البطارية فصلت، لو التشارج خلص فيها وانت راكنها مثلا او حاجة زي كده، فانت بتحتاج تعمل لها يعني لفة طويلة او تشيل البطارية وبعدين تقوم حاطط الشاحن. مش ده الشاحن حتى، اوكي نجيب شاحن تاني. فين اليو اس بي سي؟ اهو. تقوم حاطط اليو اس بي سي لحد ما اللمبة دي تنور، وبعدين تحط البطارية وتستنى عليها شوية. مش عارف اقول الكلام ده ليه، بس لو انت بتفكر تجيب جو برو ما تجيبش، يعني هات اللي هي الدي جي اي اوزمو، اي هيرو اكشن، اي حاجه. الدي جي اي بصراحه جامدين قوي في الحاجات دي دلوقتي. بس انا دلوقتي يعني داخل على واحده متاخر جدا جدا جدا، بس انا بصراحه يعني تقدر تقول وصلت لمرحله ان انا بقيت محتاج اروح الجيم عشان اشحن بطاريتي زي بطاريه الجو برو كده، بفصل زيها بالظبط كده ويحصل لي باجز. فانا رايح الصيانه. خلي الجيم والصيانة. الحمد لله خلصنا الجيم. واللي فارق قوي بصراحة في موضوع ان انا بضحك على نفسي في حوار الجيم ده، يعني الواحد هو في البيت تحت البطانية او دفا، والجو بره متقلب وعفرة وحساسية بقى وجيوب الانفية والكلام ده كله، في 500 سبب تخلي الواحد ما يتحركش في البيت. أأمن وافضل، ولسه قاعدين تقوم وتحضر الشنطة وتاكل حاجة عشان مش عارف ايه، تيجي المشوار وتقعد ساعة وبعدين ترجع تاني، هتضيع يا راجل ساعتين من يومك. بص كده كده بيضيعوا. لو اتفرجت لك على حلقتين من حاجة علقتك شوية، أو اتفرجت على فيلم، أو قعدت شوية كده نسيت نفسك في التليفون، كل سنة طيب، كل حاجة راحت. ف ان الانسان يقعد ياخد الحديث النفسي ده مع نفسه، ويتقن الانر مونولوج او النقاش الداخلي اللي بياخد ويدي مع نفسه كده، ويتقن فكره ان هو يقنع نفسه فعلا ان لا، ما ده مش وقت مش ضايع، ده وقت مش ضايع، بيغير نظرته للامور بالاثر اللي الحاجه دي هتسيبه عليه. يعني فكره ان انا بقيت بنظر للموضوع ده ان هو التشارجر بتاعي هو الشاحن، خاصه في الشهر ده بالذات سويد نوفمبر. ف فالموضوع بيفرق، يعني على الاقل يا راجل اروح مره في الاسبوع، يعني مش معقول الاسبوع يعدي كده، حتى لو هجازف ان انا ممكن يجي لي شويه زكام ولا بتاع، بس عذرا على جودة الصوت التعبانة قوي في الحتة اللي فاتت دي. يعني الكاميرا الجو برو المايك كان مهزوز، فكان في طقطقة، فرفعته على اللي هو الموقع بتاع ادوبي اللي بيظبط الصوت ده، فايه احيانا بيهجس كده وبيشيل حاجات يعني. فعذرا عذرا، ان شاء الله ناخد بالنا من الحتة دي المرة الجاية. في حاجة يعني عامل لها سيف او فيديو كده عامل له سيف، بيوضح قوي. يعني هو على صلاة الفجر، اللي هو انت وانت بتقوم لصلاة الفجر يعني بتزحف، ولكن بعد ما تصلي الفجر السلام الحمد لله. فبرضه بينطبق الموضوع ده
على الجيم. هو انت وانت قايم عشان يا الله مش قادر بزحف، وكل حاجه بتقول لك يا ابني نام كمل استريح ان لبدنك عليك حق. لكن بعد ما تخلص كده بس، انا بعد ما بخلص اصلا التمرين مفيش حد يكلمني. اللي هو ايه، حتى اللي بيكلمني انا اصلا صوتي ما صوتي ضعيف، اللي هو بكلمه كده اللي هو ايه، سيبني سيبني ايه، انا في ايه، انا في حالة السيرينيتي او مياه البحيرة الهادئة دي، مش عايز اي حد يعكر صفوها يعني. فالبتاع ده يعني بيمثل قوي قوي الحالة دي بس. سبب اخر لسويت نوفمبر ان الفيديو ده متصور بعد الفيديو اللي فات، اللقطة اللي فاتت دي بكام يوم، مش عايز يخلص البتاع مش عايز يتصور الحقيقة. نوفمبر دايما كده على ام بي سي 2 كان في ايام نوفمبر يقول لك سويت نوفمبر، شهر الوقوع في الحب والافلام الرومانسيه والكلام ده يعني. انا بصراحه كنت بستغرب جدا يعني. انا اخدت بالي من الموضوع ده هوت لما بدات ادون الصراحه يعني. لما بدات ادون لقيت في المراجعات السنويه في تشابه او في حاجه بتتكرر في نفس الشهر، وانا بكون كسلان متضايق حزين كده ما عنديش طاقه، اللي هي حالتي حاله يعني. مع البحث والاستقصاء يعني توصلنا ان ده حاجه اسمها اكتئاب تغير فصول، ومع البحث والاستقصاء لقينا ان فيتامين د بيلعب عامل مهم جدا في هذا الامر، اللي هو احد اشهر الفيديوهات على هذه القناه، اللي هو بتاع فيتامين د ممكن يكون هو سبب كل الامك في شهر نوفمبر وفي غيره بصراحه يعني. فمهم جدا انك تهتم بهذا الامر. وبدات اخد بالي، بدات ان انا يعني استعد له من قبله وابقى شايفه وهو جاي من بعيد كده واحضر له كويس. والحقيقه الموضوع فارق. ده لا يعني ان انا ما كسلتش، او في ايام حرفيا مش قادر اتحرك من مكاني بشكل ما، يدوب بسرفايف. ولكن الاهتمام بكذا حاجه كده، التعرض للشمس، الحركه، الجيم، فيتامين د، بحس ان هي ايه، لما تكون بطاريه العربيه نايمه فانت تديها ايه لقطه كده من عربيه تانية فشراره تمشي معاك الموضوع. المشكله بقى ان يعني برضو شهر الوقوع في البرد مش الوقوع في الحب بس، فبرضو انت بتحاول يعني توازن ما بين كذا حاجه وتمشي الدنيا يعني. فالحمد لله يعني الصويت قل شويه عن السنه اللي فاتت، واحاول ان انا اخرج من الحفر اللي عمال اتكعبل فيها شيئا فشيئا. والواحد برضو من الحاجات المهمه قوي انه يحترم وجعه، او يحترم ضعفه، او يحترم اوقات احتياجه للراحه. يعني انا آه، لما بكون في وقت ما بشتغلش او ما بنجزش او ما بحققش الحاجات اللي انا كاتبها، ليه وانت ايه التخاذل ده، انت بروكراستينيتور اصلا، انت فين البرودكتيفيتي؟ ولكن الانسان بيغفل فكره ان هو بيولوجيكال كريتشر، هو كائن بيولوجي، ما هواش حته حديده زي الكاميرا اللي انا بصور بها دي هتدوس عليها هتشتغل، هتدوس تاني هتقفل. لا يعني احنا ما بنشتغلش بهذا الامر. واستيعابك لده وفهمك لنفسك بيفرق جدا 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 على تقديرك للتقدمات او الحاجات، الانجازات البسيطه اللي بتعملها في اوقات الرخامه زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في شهر نوفمبر اللي انا ما بحبوش. وبرضه من الحاجات اللي فرقت ان انا سافرت السعوديه في هذا الشهر، فما حصليش الوقعه دي بدري، فانا جاي من هناك وعامل حسابي، واخد بالك برضو يعني. فحطيت من ضمن الحاجات ان انا اسافر في هذا الشهر، اسافر اروح اعمل عمره، اسافر سياحه، اسافر شوبينج للجير والكاميرات اسافر اقابل اصحابي اللي من اي حاجه، بس ما اقعدش. القعده في حد ذاتها بتبقى صعبه جدا. واللي اكتشفته برضو ان الجو في المدن بيبقى ادفى شويه عن القريه. احنا عندنا هنا الدنيا مفتوحه شويتين 3 4 يعني، منك للايه مش عارف هيبقى باين ولا لا، بس يعني الدنيا ايه هو. ف فكرة ان السقعة لا يعني بتخش جوه عظمك حرفيا، بتخليك قاعد كمشان كده. وده تأكيدا لكلام صاحبنا اسلام كوتزيلا اللي كان في لاتفيا، اللي هي بلد التلج بقى فيها 2 متر كده في الطريق، وجاي بقى عامل حسابه ولا عندكم ده برد من اول اسبوع هنا تكتك والعظم وجع وبتاع، لان الهواء مشكلتنا هنا الهواء بارد، فهناك البرد برد ولكن في سكون. المهم ما طولش عليك قول طول. الموضوع ده هو فرق معايا قوي 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 في تحديد المستهدفات او التوقعات. يعني انا متوقع من نفسي ايه في شهر نوفمبر، بل ان انا ممكن اكون
مش متوقع من نفسي حاجه خالص في شهر نوفمبر ومحضر له من قبله، يعني من اكتوبر، من شهر 10 ببدا احط الحاجات، او اشتغل اكتر شويتين بحيث ان يجي نوفمبر ابقى مستريح فيه وابقى براحتي، وابقى مش محتاج ان انا اكون تحت ضغط علشان احافظ على نفس المستوى من الانجاز والبرودكتيفيتي. فلا بد ان الانسان يحترم اوقات ضعفه واوقات احتياجه للراحه، ويحاول قدر الامكان يتفهم ان ده عادي وطبيعي، وان انت مش حديده او مش آلة، انت كائن بيولوجي بتتاثر بحاجات كتيره جدا. فبس يعني اهو سويت نوفمبر، سويت نوفمبر السنه دي اظن ان هو اقل ازعاجا من سويت نوفمبر في السنوات السابقه، الحمد لله.